سلسلة موتو جي من السلاسل الجديدة اللي نزلت السوق المصري في الفترة الأخيرة في الفئة المتوسطة. هنتكلم النهاردة عن تليفون موتو جي 5. خليكم معانا. أول حاجة هنتكلم عنها هي التصميم. ممكن نختلف على التصميم من حيث انه حلو ولا لأ، بس هو مختلف عن إصدار موتو اللي قبله موتو جي 4. الموبايل يعتبر تخين شوية لأن سمكه 9.5 مللي، وده علشان الظهر بيتفك ويتركب والبطارية قابلة للتغيير. لكن الموبايل خفيف وبيتمسك كويس في الإيد، مش مزعج. الظهر معمول من مزيج من المعدن والبلاستيك، لأنه معدن من النص لكن أطرافه بلاستيك. على اليمين هنلاقي أزرار التحكم في الصوت وزرار الباور، اللي هنلاحظ إن ملمسه خشن شوية علشان يكون مميز ونعرف نوصله بسهولة. من الشمال مفيش أي حاجة، ومن فوق هنلاقي فتحة السماعات، أما من تحت فيه فتحة المايكرو USB 2. من قدام هنلاقي فيه السماعة بتاعة التليفون، وهي سماعة واحدة في الموبايل، المكالمات وسبيكر في نفس الوقت. وكانت جودتها حلوة جدا في المكالمات، لكن كسبيكر كانت جودتها متوسطة. طبعا ده بالإضافة للكاميرا. بالإضافة التليفون مفيهوش ليد نوتيفيكيشن، وفي زرار تحت بتاع الفينجر برينت سنسور، وهو مش زرار لكن هو بيشتغل بالتاتش. لما نفك الظهر بتاع التليفون هنلاقي البطارية بتاعته قابلة للتغيير، وفي مكان لخطين، وكارت ميموري لحد 256 جيجا بايت. ذاكرة التليفون الداخلية هي 16 جيجا بايت، و9 جيجا بايت منهم تقريبا بس هما اللي هيكونوا متاحين ليك. دي تعتبر مساحة قليلة، ولكن نقدر في النهاية ان احنا نحط ميموري كارد لحد 256 جيجا بايت. شاشة الموبايل هي شاشة 5 بوصة بتقنية IPS LCD ودقة فول HD، بتدينا 441 بكسل لكل بوصة، وهي جودة كويسة جدا بالنسبة للموبايل في الفئة السعرية دي. كمان الشاشة بتيجي بطبقة جوريلا جلاس 3 عشان تحميها من الخدوش، وسطوع الشاشة كان كويس جدا في إضاءة الشمس، زائد ان ألوانها والدقة بتاعتها كانوا كويسين جدا. بالنسبة لأداء الموبايل، فالموبايل بيجي بمعالج ثماني النواة سناب دراجون بسرعة 1.4 جيجا هرتز، ورامات 3 جيجا بايت رام، وهو أداء قوي بالنسبة للفئة السعرية دي. والموبايل مش مصمم للجيمرز، لكن هيشتغل كويس معاك في الألعاب. وهنلاحظ كمان إن فيه سرعة في الأداء وفي التنقل بين الابليكيشنز المختلفة. نظام تشغيل التليفون هو اندرويد 7 نوجا، مع واجهة المستخدم الموجودة على التليفون بتخليه قريب جدا للاندرويد الخام، مع بعض الإضافات الموجودة البسيطة من موتوريلا. وزي ما احنا شايفين ده شكل الأيقونات وشكل النوتيفيكيشن بار وشكل الابليكيشنز اللي بتتفتح من تحت، وده خلى استخدام الموبايل معانا سريع وخفيف جدا. واجهة الموبايل بسيطة وشبه موبايلات جوجل، بمعنى ان انت مش هتلاقي على الموبايل تطبيق مدير الملفات او الفايل مانجر، لكن في النهاية انت تقدر تنزل الفايل مانجر من على البلاي ستور لو انت حابب ان هو يكون موجود على التليفون. في شوية تريكس وجسترز لطيفة جدا موجودة في التليفون، زي ان احنا لو هزينا التليفون مرتين بيفتح الفلاش ويقفله، ولو هزيناه بميل شوية او عملنا تويست بنفتح الكاميرا علشان نصور على طول. بالنسبة لزرار البصمة فهو مش بس موجود علشان نفتح منه التليفون، لكن احنا كمان ممكن نفعله من جوه ونخليه يقوم بدور كل زرار التحكم الموجودة في الموبايل، ونوسع مساحة زيادة في الشاشة. فلما نسحب للشمال يرجع باك، ونسحب لليمين يعمل مالتي تاسكينج، ولو دوسنا عليه ضغطة بسيطة بيرجع للهوم. بالنسبة لكاميرا الموبايل فالكاميرا الأمامية بتيجي بدقة 5 ميجا بكسل وجودة مقبولة، لكن مش الجودة اللي احنا كنا منتظرينها. أما الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل، أدائها كويس برضو بالنسبة للفئة السعرية دي، وبتصور كويس في الإضاءة منخفضة. وزي ما احنا شايفين السوفت وير بتاع الكاميرا سهل جدا، فهنلاقي فوق هنا في الفلاش وفي ال HDR، ولما بنسحب من الشمال بيطلع لنا الاوبشنز المختلفة اللي ممكن نتحكم فيها في التصوير، ولما بنسحب من اليمين بيفتح لنا آخر صورة احنا مصورينها. من الآخر، تليفون موتو جي 5 من أحسن الموبايلات اللي ممكن تشتريها بسعر مناسب، مش غالي قوي، بإمكانيات كويسة بتخلي أداء الموبايل عالي. الكاميرا كمان مش بطالة وكويسة بالنسبة لسعره. كمان ممكن تزود مساحته الداخلية عن طريق كارت ميموري خارجي، ودي ميزة بنفتقدها في موبايلات كتيرة، لكن للأسف الموبايل مش بيجي بشاحن سريع. ده كان تقييم تليفون موتوريلا موتو جي 5. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل بتاعتنا، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم أحمد مغازي. سلام.